السلام عليكم. بناء على طلب إحدى المتابعات، تحياتي إلها، رادت صمون عراقي. اليوم راح نسوي صمون عراقي بالبيت. عندي ملعقة أكل خميرة فورية، وملعقتين أكل شكر. راح أخلي الكمية هاي لأن الشتاء والجو بارد، فلازم أضاعف كمية الخمرة. وعندي كوب مي دافي، ضروري يكون المي دافي. أخلي وياها ونخلط المكونات ونتركها فترة إلى أن تتفاعل الخميرة. ضروري هاي الخطوة على مود نعرف الخميرة ناجحة لو لا. هنا الطحين عندي 3 أكواب طحين مأخولة، وخليت لها شوية ملح، وأخلط هذه الملح ويا الطحين. هنا شوفوا الخميرة شلون تفاعلت. إذا خميرة ناجحة هاي ضروري. يعني مرات تجي الخمرة يعني اكسباير أو يعني بيها خلل، فهاي ضروري. ليش أقول لكم سووا هاي الخطوة بداية على مود تعرفون الخمرة ناجحة لو لا. أخلطها ويا الطحين بهاي الطريقة. عاد نبدي نعجن بيدينا العجينة. المي هسه خليت شوية مي، هم مي دافي طبعا. هسه راح أقول لكم مقادير المي. الكوب الأول اللي خليت بيه خمرة كان كوب كامل مي، وهسه خليت شوية ملعقتين مي دافي، وأشوف العجينة تريد مي بعد لو لا. يعني مو رأسا أصبه، شوية شوية. هسه خليت شوية ثانية وأبدي أعجن. تقريبا ال3 أكواب احتاجت من عندي كوب وربع مي، بس هو يعتمد على نوعية الطحين. يعني أكو طحين يحب مي أكثر، أكو أقل، وهالشكل. نبدي نعجن بيه عجن، يعني لازم يكون يعني يحتاج لوقت، وإذا عندكم عجانة بعد أحسن. هنا بعد ما كملت العجن أخليه يختمر على جنب بمكان دافي، تغطوه ضروري بما أنه شتاء. هنا ورا ما اختمر العجين الشكل بهاي الطريقة. عاد أخلي أكو قطعة قماش نظيفة عندكم تخلوها على صفحة، لأن هاي راح نخلي عليها العجين على مود يختمر. هنا جبنا العجين وراح نكوره بطريقة اللي يسووها أهل المخابز عندنا، يسموها فستقة العجينة. يعني هو الصمون يسموه بهالشكل، بعد ما أعرف. فعندي هسه هذا العجين راح أقطعه هالشكل بهاي الطريقة، وبعدين نفستقه مثل ما يقولون أهل المخابز، كل قطعة لحالها هالشكل بهاي الطريقة. هاي الخطوات ضرورية. هنا نشنقها مثل الخبز، نسوي من عدة قطع. كل سهلة طريقة الصمون، بس هي تعتمد على التخمير بالدرجة الأساس والفرن الحار. هاي الخطوتين كلش مهمة بطريقة الصمون العراقي. يعني الفرن يكون حار كلش، التخمير كلش ضروري. هسه احنا هنا مقطعناها، ورا ما نقطعها راح نتركها تقريبا ربع ساعة. يلا نرجع نشكلها ونخليها بالفرن. هسه شوفوا هاي طريقة الفستقة اللي يسووها أهل المخابز. براحة الإيد على الأطراف أضغط، من نضغط على الوسط فقط الأطراف، الوسط يبقى ماخذ راحته الحالة. هاي قطعة القماش راح أخلي عليها الصمون، أو سوري، راح أخلي عليها العجينة هالشكل. سويت لكم هم يعني واحدة ثانية على مود الطريقة. نضغط على الأطراف فقط، الوسط يبقى الحالة. كل سهلة وبسيطة هالشكل. وهاي لا تشوفون حجمها هالشكل صغير. بعدين ورا ما تختمر، ورا ربع ساعة تخميرة ثانية، راح تصير أكبر وتشبه الصمون اللي يبيعوه أهل المخابز. وهاي سويت واحدة ثالثة. كل سهلة هاي الحركة، يعني لا تشوفون بيها صعوبة، بس تضغطون على الأطراف والوسط مالكم شغلة بيه نهائيا. متابعتنا العزيزة رادت ويا الصمون كعك عراقي. أني شوية كنت مشغولة هذيك الأيام، فحتى ما نزلت يعني فيديوهات،
فإن شاء الله بالأيام الجاية راح نسوي الكعك. هنا نغطي عليه تقريبا ربع ساعة، أخذ من عندي، أنا عندي المكان دافي، فربع ساعة رجعت عليه. شوفوا هسه شلون راح نشكله بالشكل النهائي اللي يندخله للفرن. هالشكل نضغط على الوسط. هسه صارت الطريقة عكسية، نجر من الأطراف، كل طرف نجر منه ونضغط من الوسط. أنا ما ضغطت على الوسط هواية لأن أريد يصير بي لب، يعني أكو هذا الصمون يصير بداخل اللب، وأكو صمون تشوفوه عبالك يعني يابس ما بيلب من الوسط. هذا يعني يضغطون عليه حيل هالشكل، يعني بهذا الوسط يضغطون عليه بحيث يطلع ما بيلب. أنا ردت يصير بيلب فما ضغطت عليه يعني بقوة. وهنا إذا تشوفون أني حتى مسوية صمون أسمر، بس سويته بعدين يعني بعد ما مختمر، فيعني راح أتركه على صفحة، يعني هذا اللي شوفوه غطيت عليه. هنا شنو اللي راح نمسح الوجه بيه؟ عبارة عن مي وطحين بس. نمسح الوجه بهذا الشكل. هم جاي الشكل أهل المخابز يسوون، يحطون مي وطحين ويخلطوه بهاي الطريقة. عادي يخلون السمسم عليه هالشكل. والأسمر نفس الطريقة ونفس المقادير، يعني مال الخمرة والشكر والملح والطحين، بس ذاك طحين أسمر سويته، بس لأنه سويته بعدين فما صورته بصراحة، صورت لكم بس هذا بالطحين الأبيض أو الصفر. هنا نرجي إلى مرحلة الفرن. الفرن يا عيني الصينية تكون بالوسط ومعلوق الفوق والجوة، النار بالفوق والنار الجوة تكون معلوقة سوية. نخلي صمونتين هالشكل وتسدون الفرن. الحرارة العالية كلش مهمة. شوفوا هنا شلون دا يختمر ما شاء الله. وهذا شكل النهائي للصمون. وما أقول لكم يعني بيتنا صار عبالك ريحته فرن مع الصمون، وطعمه طيب ونظيف وحلو واحد يسوي بالبيت. شوفوا هذا اللب مالته اللي قلت لكم عليه، ما ضغطت على الوسط فطلع عندي لب الصمون هالشكل مال أيام زمان. الصمون مال الأيام اللي تشوفوه ما بيلب لأن يضغطون عليه زايد، يعني على مود يقتصدون بحجم الصمونة. وهذا صموننا لهذا اليوم، وما أقول لكم غير سلامكم العافية. باي باي.